السلام عليكم. النهارده هنعمل رقاق باللحمه المفرومه، وهسيب لكم وصفه الجلاش بالجبنه واللحمه في صندوق الوصف ان شاء الله. اول حاجه هنعصج اللحمه، نستخدم زيت او سمنه، وبعدين نشوح اللحمه. اما تتشوح اللحمه معانا كويس هننزل عليها بالبصل ونقلبهم كويس مع بعض. وبعدين هنحط ملح وفلفل اسود وكمون. الكمون ممكن تستغنوا عنه، بس انا بحس ان اللحمه من غير كمون بيبقى ناقصها حاجه. نقدر نضيف معلقه معجون طماطم او قطع طماطم، وبعدين نحط شويه فلفل اخضر. هنقلبهم كويس مع بعض ونتأكد ان اللحمة استوت كويس، وبعدين هنعمل الرقاق. اهم حاجة لو الرقاق هنستخدم رقاق ناشف تكون الشوربة سخنة علشان تطريه، ونكون دهنين الصينية بمعلقة سمنة او زيت. وبعدين نبدأ نرص الرقاق، ولو الشوربة بردت مننا واحنا بنعمله سخنوا الشوربة شوية دفوها. وبين كل طبقة والتانية بتاعة رقاق هنحط معلقة سمنة، وممكن برضو نسيح زبدة ونستخدمها. نفضل نكرر الطبقات دي، رقاق شوربة سمنة او زبدة. وفي الطبقة اللي هنحط فيها لحمة مفرومة مش هنستخدم دهون، لا سمنة ولا زبدة. هنفرد بس اللحمة. انا بحب احط اللحمة في كذا طبقة مش في طبقة واحدة، تقدروا تعملوا اللي انتوا حابين. انا بالنسبة لي صينية الرقاق عشان تطلع حلوة يعني 11-12 ورقة بس كده، مبحبهاش تبقى تخينة. لو انتوا عايزينها سميكة اكتر براحتكم. تقريبا ده بيبقى نص كيلو في الاخر. زي ما قلتلكوا الطبقة اللي هنحط فيها لحمة مفرومة مش هنستخدم سمنة او زبدة، هنكتفي بالدهون بتاعة اللحمة. نفضل نكرر الطبقات دي كده لحد ما نخلص. اخر طبقة هنرش عليها معلقة سمنة او زبدة متسيحة ونقطعها، وبعدين هندخلها الفرن على 180 او 200 درجة حرارة متوسطة لحد ما تاخد وش احمر زي كده، وبالهنا.